تزوجت أول حاجة دخلت في عائلة كانوا حريم الأخوان كل واحدة ما تحب الثانية، بمعنى اللي هم سلفات اللي هم زوجات أخوان زوجي. كانت فيهم واحدة قريبة من خوات زوجي وأمه. في البداية كانت أم زوجي كويسة معاي، خوات زوجي كانت العلاقة شوية رسمية، بس قلت مع الوقت أكيد راح نكسر حاجز الرسمية وندخل في بعض. مع الوقت شوي شوي أشوفهم تغيروا علي. إيش الأسباب إيش ما الأسباب أنا ما أعرف، بس إذا جيت كانوا يجلسون على جنب اللي هم خوات زوجي، واحدة من حريم زوجات أخو زوجي، واحدة من سلفاتي. باقي السلفاتي كل واحدة لوحدها، كأنه في حرب، ما في واحدة تحب الثانية، ما في واحدة تطيق الثانية، ما في واحدة تبغى الثانية. الوحيدة اللي كانت من سلفاتي قريبة من خوات زوجي كانت هي أسباب الفتنة كلها. مع الوقت أم زوجي انقلبت ضدي، صارت ما تبيني. إيش الأسباب أنا ما أعرف، لدرجة إنها قطعت علاقتها تماما معي. إذا نزلت أبي أسلم عليها بيتهم تروح تكفل عليها تقول ما أبي أشوف فلانة. ليه ما ليه أنا ما أدري، ما تبي تشوفني. صارت مشكلة بيني أنا وزوجي بسبب هذا الموضوع، وتر حياتي مع زوجي بشكل مو طبيعي. بعد 3 سنوات من الزواج سبحان الله ربي ما يرزقني بالذرية، لا أنا فيني شيء ولا زوجي، يعني تحاليلنا كلها سليمة. من هالنقطة استغلت أم زوجي هذا الشيء، فصارت تقول له تتزوج. مين اختاروا بنت خالي. فهنا مرة انهارت أعصابي، انهارت نفسيا. إنه غير إنه أنا ما فيني شيء ومتحملة أهلك كمان تروحون عند بنت خالي تبي تتزوجها. يعني تبي كمان تتزوج بنت خالي، وأنا كنت واثقة ومتأكدة أنه بنت خالي لو بيخطبونها راح توافق، لأنها من أول كانت تقول أهم شيء الواحدة تتزوج حتى لو جاها زوج، يعني صديقتها زوج، يعني كانت دائما تنطق بهذه الكلمات، يعني إنسانة ما لها أمان. إيش سويت؟ إيش اللي صار؟ خلاص ضاقت الدنيا فيني من كل باب، ولاني قادرة أشتكي لأمي وأبوي لأنه ما بيدهم شيء يسوونه نهائيا. اللهم إني بس فقط استمريت بالدعاء بثلث الليل، وكثرت الصلاة على النبي بثلث الليل ويوم الجمعة بشكل مو طبيعي. دائما أتذكر كل يغفر ذنب، تقول أنه ذنوبي، أنه كان عندي ذنوب ربي يغفرها لي، وبسبب مغفرته لذنوبي هذه بإذن الله ربي يكفيني هذا الهم. وكثرت كثرت كثرت بشكل مو طبيعي بالصلاة على النبي. وغير يوم الجمعة وثلث الليل طبعا كنت دائما أردد الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بعدها بشهرين ونص سبحان الله ربي رزقني بالحمل. حملت، ربي غير أم زوجي معي. شلون؟ تخيلوا أنه سبحان الله طاحت، انكسرت رجلها. نزلت قمت أرسل لها أسوي لها شوربة، أسوي لها بعض الأكلات، أرسلها لها، أنزل أشوف البيت، نظف الخدم ما نظف الخدم. من هنا أم زوجي عرفت أصلي وعرفت تربيتي وعرفت نيتي وإني طيبة وإني ماني بداخل عليهم بشر، وإنه الكلام كل اللي واصلها اللي أنا ما أدري إيش هو كان كله تلفيق. لأنه في المقابل سلفاتي كلهم، وبالذات اللي كانت قريبة من أخواته ومن أمه، ما خدمتها ولا كانت تنزل وتشوف إيش اللي ناقصها إيش اللي ما ناقصها، بس تجيهم بس تسولف وتاكل وتبلع وتروح وتسبب مشاكل وفتنة. سبحان الله ربي غير أم زوجي معي، غير خوات زوجي معايا، وصرت أنا المحببة رقم 1. وبهذه النقطة أنا استغليت الموضوع ولميت سلفاتي كلهم سوا وصرنا حبايب على البعض، ما عدا هذه اللي كانت سبب الفتنة. سبحان الله ما اجتمعت معنا وزعلت وقاطعتنا، ولكن الحمد لله تغيرت حياتي كثير 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 بفضل الصلاة على النبي. طبعا أنا قلت لكم القصة بشكل مختصر عشان ما أكثر كلام، بس فيها أحداث كثير حلوة وجميلة. المهم والغرض من هذه القصص اللي هو سبحان الله كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى وفوائده وعظمته وعظمة الصلاة على النبي، بالذات إحنا اليوم ليلة الجمعة، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.